كده عملنا احلى عصير صوبيا ممكن تشربيه في رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. حاول ان احنا نعمل بقدر الامكان كل اللي يعجبكم، يا رب نحوز على اعجابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم. حبي نفسك واهتمي بيها. طبعا كل سنة وانتم طيبين. رمضان يعني المشروبات، الحاجات الجميلة طبعا مع العبادة. يعني عندنا المشروب المشهور جدا في رمضان اللي هو السوبيا. جبته كذا مرة اكياس من بره، ما عجبنيش اللي هو البودر، فقررت ان انا اعمله اعمل كمية على قد النهاردة. وانتي لو انتي عايزة تعملي تكتري في الكمية براحتك. دلوقتي انا جبت مكوناته ايه. هنجيب معلقة من جوز الهند، لو انتي عندك ناعم يبقى احسن، هو كده كده لازم يتصفى يعني سواء ناعم او ده. معلقة من سكر البودر، ومعلقة كبيرة من كريم شانتيه، ومعلقة كبيرة من اللبن البودر. طبعا السكر حسب الرغبة، طبعا انا حطيت معلقة لان احنا لسه هنزود واحنا بنعمله عصير. معايا فانيليا، حط نص الظرف. طبعا انا زي ما قلت لك لو انت عايزة تكتري كتري، بس انا بعمل الكمية ديت على قد النهاردة. هي بتحط المقادير كلها قد بعض. بتعملي على كل لتر لبن بتحطي 4 معالق، 4 معالق كبار. في الشفشة بتاع الخلاط لتر من اللبن، وهنحط عليه من المسحوق بتاع الصوبيا 4 معالق كبار. 4 معالق كبار من الصوبيا. 1 2 3 4. تبدأي برضو تحطي السكر بتاعك حسب الرغبة. في ناس مش بتحبه مسكر، يعني بتحب السكر بتاعه يكون مظبوط شوية. هنجيب ريحة جوز الهند، بتجيبيها من عند العطار، هنحط نقطتين كده، وهنضربهم في الخلاط. بعد ما ضربناه في الخلاط، شايفين الرغاوي بتاعت الكريم شانتيه؟ حاجة بقى كده تحفة. ده بقى الصوبيا الاصلي، مش بتاعت الراجل اللي بيحطها ميه. طبعا بتوع العصاير استحالة يعني يحط لك لتر لبن او كده يعني. هنبدأ نصفيها. ديك الرغاوي، شايفين الكريم شانتيه حتى بعد ما صفيناه. هنبدأ نصبه بقى. كده عملنا احلى عصير صوبيا لرمضان، وكل سنة وانتم طيبين. ويا رب الفيديو يكون حاز على اعجابكم، ولو وصلت لهنا ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.